السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو مالتنا شوية مختلف، بس خلينا نبدي نقول وياكم علي البهار من قناة وات تو واتش. أنا هسه أشوف حفل الأوسكار، للأسف ما لحقت من البداية، فاتتني أول جائزتين. راح نكمل بقية الجوائز سوية ونشوف شنو اللي خمناه راح يطلع صح وشنو اللي ما خمناه صح. الجماعة راحوا فاصل إعلاني، فلحد ما يروحون خلي اقول لكم اني شنو كنت متوقع، التوقعات اللي نزلناها على الصفحه. انا كنت متوقع افضل فيلم اجنبي هو جرين بوك، جدا احب هذا الفيلم، جدا متحمس انه يحصل على جوائز حلوه لان الفيلم كان جدا رائع. احسن ممثل دور رئيسي رامي مالك، هذه ما عندي بها نقاش، يعني هذه راح تصير عركه ويا الاوسكار اذا ما فاز. افضل ممثل ثانوي مارشيل علي مال جرين بوك همين. افضل ممثله بدور رئيسي انا مرشح اوليفيا كولمان عن دور ذا فيفورت، فيلم ذا فيفورت. احسن ممثله بدور ثانوي انا كنت مرشح راشيل من ايضا ذا فيفورت، بس اعتقد واحده ثانيه اللي فازت ما لحقت على اول جائزه. احسن اخراج فيلم روما. طيب الجائزه اللي وراها احسن فيلم اجنبي اعتقد راح ينطون روما. طبعا اني اذا تسالوني شو اتمنى كفرناحوم طبعا، واذا فاز راح تكون مفاجاه كلش حلوه، يعني راح يكون هذا احلى اوسكار بالنسبه لي. طبعا هذه توقعاتي كانت، اي اختلاف عن هذه التوقعات لمصلحه جرين بوك راح اكون كلش فرحان. اي شيء ان شاء الله ينطون الجوائز كلها لجرين بوك واطلع كل شيء غلط موافق، ما عندي مشكله، بس جرين بوك ياخذ اللي يستحقه. الحفله رجعت، خلص الفاصل، خلينا نروح نشوف ايش راح ينطون. اعتقد راح نشوف هاي السنه اشياء بالاوسكار ما شايفها بحياتنا كلها ولا راح نشوفها. ميليسا مكارثي راح تقدم اوسكار احسن ازياء. بلاك بانثر اوف 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 اوف. اللي سوى ازياء ذا فيفورت انا متاكد قام طلع هسه برا الحفله، يعني جماعه مارفل لا تزعلون بس ذا فيفورت احلى. ناس مثلي متحمسه لكفر ناحوم ومتحمسه لجرين بوك، جيد ممتاز. بلاك بانثر ثاني اوسكار، مبروك مارفل. اتمنى انه ما نقضي الليله كلها مبروك مارفل مبروك مارفل. من وجاي انا من اسوي فيديوهات على اليوتيوب راح الزم الورقه فيديو واقرا، لا احد يقول لي ليش. اذا بالاوسكار ايش يسوون ما علي عتب. راح يعلنون مرشحين للسينماتوغرافي. كولد وور حلوه. ذا فيفورت، نيفر لوك اواي. شنو هذا الفيلم؟ روما، ستارز بورن. يعني ستارز بورن اذا اخذ سينماتوغرافي اوكي، لكن اتوقع روما. اول توقع لي صح، الحمد لله وشكر ربي. مسوين هايلايت على ستارز بورن، يمدحون بالفيلم، يقولون انه حلو يا انتم تعرفون احسن. ساوند ميكسينج، الحقيقه انا عمري ما افتهمت شنو الفرق بين الساوند ميكسينج والساوند اديتنج، فاللي يعرف الفرق خليه يدز لي رساله ويكتب بالكومنتات جوا. وجماعه الساوند ميكسينج همين ما قالوا ثانك يو رامي مالك. أنا لو مكان رامي مالك أزعل. أحسن فيلم بلغة الأجنبية، المرشح الأول كفر ناحوم، نادي لبكي معقولة يسووها. المرشح الثاني كولد وور، المرشح الثالث نيفر لوك أواي، المرشح الرابع روما. أعتقد روما اللي راح يفوز. and the Oscar goes to روما. أحسن فيلم أجنبي روما. اكو واحد نازل من السقف يا جماعة، منزليه بحبال. افتح خيوطك حبيبي، افتح الخيوط ليرجعون يسحبوك مرة ثانية. جماعة بلاك بانثر قاعدين اليوم الابتسامة منا لهنا، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. اللي استلم جائزة الأوسكار فيلم إديتنج عن بوهيميان رابسودي قال ثانك يو رامي مالك. أخيرا واحد برد قلبي وقال ثانك يو رامي مالك. يا جماعة الأوسكار حلو، ما أعرف ليش ما يسوون لنا يومية أوسكار، والله نتونس عليه. يلا كل شهر خلي يسوون كل شهر أوسكار، ننطي أوسكارات للأفلام اللي نزلت بهذا الشهر، والله هي حلوة. وهسه راح نشوف المرشحين لجائزة دور المساند أفضل ممثل. مهارشا علي أول ترشيح، وهو ترشيحي أنا أتوقع يفوز، إن شاء الله يفوز. يلا ننطي المارشال علي، يلا فرحوني سهرانين وقاعدين الساعة 5:30 الصبح هسه. والفائز and the Oscar goes to مارشال علي. الله تمام، بدأت الأمور تقعد بمكانها المضبوط. واللي ما شاف جرين بوك ما أعرف ليش ما شفت جرين بوك، روح شوف جرين بوك. حقيقة المرة الوحيدة أو الشيء الوحيد اللي أتمنى نشوف بيه ليدي غاغا على المسرح هالسنة أنه تغني شالوز. الأغنية كلش حلوة. جائزة أفضل فيلم أنيميشن أتوقع سبايدر مان راح يفوز، سبايدر مان تو ذا سبايدر فيرس. and the Oscar goes to
يلا بسرعة. سبايدر مان ان ذا سبايدر فيرس. حلو احساس واحد يفوز بالاوسكار يا جماعة، يعني تحسهم صدق فرحانين. يعني شو وقت يسوون لنا اوسكار احسن صفحة تحكي عن الافلام، and the Oscar goes to what to watch. جوز ليش لا. ما اعرف هواي ممثلين ما شفتهم اليوم. جولي روبرتس، إدريس ألبا، نيكولاس كيج. طبعا انا دا اصور ساعة 6 الصبح. أنا الشخص الوحيد اللي موجود بالمكان، فكل الشباب اللي موجودين هنا كلهم صايرين ورا الكاميرا حاليا. صاروا من ضمن فريق عمل وات تو واتش، فأنا أشكرهم كلش. هواي ناس تحكي اسباني اليوم وماكو ترجمة يا جماعة. الناس الجهلة امثالي شلون راح يفهمون؟ ليدي جاجا زوجته قاعدة، والله زوجته قاعدة. المفروض تكون جائزة مهمة. جاري أولدمان جائزة أحسن ممثل، أفضل ممثل. هنا الحكي الترشيح الأول كريستيان بيل فايس. لا استعجلوا شوي. أنا يعني أنا ورامي بدنا ننتظر فشوي أسرع. برادلي كوبر الله لا يقولها. أوف. رامي مالك بوهيميان رابسودي المرشح الرابع والفائز ان شاء الله بجائزة احسن ممثل سنة 2018. The Oscar goes to رامي مالك احسن ممثل سنة 2018. واو اخيرا اجت هذه اللحظة. من يوم اللي انا شفت الفيلم ولحد الان انا خبصتكم برامي مالك وبترشيحات رامي مالك. فاز رامي مالك بعده يحكي بنفس طريقة فريدي ميركوري، ما اعرف متقصد او تقمص الدور لدرجة ما دا يقدر يطلع منه، ما اعرف، بس دا احس فريدي ميركوري دا يحكي. انا كلش فرحان واعتقد مبين علي انه انا كلش فرحان. عجبتني كلش الشاشة اللي تصعد وتنزل ويا العروض، يعني فكرة حلوة. جائزة افضل ممثلة بدور رئيسي أنا رشحت أوليفيا كولمان. المرشحة الثالثة أوليفيا كولمان The Favorite. الله لا يقولها ليدي جاجا in A Star is Born. ميليسا مكارثي Can You Ever Forgive Me. ما شايف الفيلم. And the Oscar goes to أوليفيا كولمان. يلا أوليفيا كولمان. المرشحين الأحسن إخراج سنة 2018 سبايك لي بلاك كلازمان. كولد وور ما أتوقع. المرشح الثالث The Favorite. المرشح الرابع روما. المرشح الخامس فايس. and the Oscar goes to روما. أحسن إخراج راح لمخرج فيلم روما. وهسه آخر جائزة راح تكون بأوسكار هذه السنة اللي هي أحسن فيلم راح تقدمه جولي روبرتس. سألت عليه قبل شوي والله سليم. ترشيحي كان لجرين بوك. أول مرشح بلاك بانثر. المرشح الثاني بوهيميان رابسودي. ذا فيفورت جرين بوك. مرشح صفحة وات تو واتش جرين بوك. روما لا. ستارز بورن هم لا. فايس أنا ما أحب السياسة فما حبيت الفيلم. and the Oscar goes to جرين بوك. واو خلص قفل الأوسكار. أنا راضي جدا، النتائج كلش حلوة. حسب توقعاتي بالصفحة اتوقع جبت 6 من 7. راضي فرحان. اوسكار حلو، ما بي صدمات، ما بي نتائج غريبة. راضي جدا، حلو تمام فرحان. كل اللي كنت احبهم اخذوا اللي يستحقوه، كل اللي قلت انهم ما يستاهلون اغلبهم ما اخذ شيء. كانت ليلة حلوة. حاولت انه اغطي لكم الحفل بشكل مختلف المرة. راح احاول اسوي مونتاج وانزله اليوم اللي وعدكم يعني الاثنين. واللي عنده اي تعليق على اللي صار بالحفلة اليوم، اي نتيجة ما توقعها، انصدم بها، فرحته، زعلته، خليه يكتب لنا جوا بالكومنتات حتى نتناقش بيها. وشكرا جزيلا ان انتم شفتوا الفيديو. بما انه الفيديو راح ينزل على اليوتيوب فلن تنسون تسوون لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وكل الشغلات هذه. وقولوا لي شنو رايكم بالسيت اب هذا الحر انه احنا نصور مكان خارجي، وانتظروا ارائكم على الفيديو. تصبحون على خير.